قابلت برضه جماهير الزمالك، كنت معاهم بعد ماتش سموحه، فبيقولوا لي احنا مش فارق معانا الدوري، احنا اهم حاجه عندنا الكونفدراليه. اللي هي البطوله الاصعب من دوري الابطال، صح؟ ايوه بالظبط. لا انا دلوقتي مش وارد الاهلي اهو، احنا مش وارد ان احنا نلعب دوري، نلعب كونفدراليه، وارد صح، احنا لسه فيها. بس انا بقول لك هي بطوله مش مهمه، يعني هي مهمه اضعف من أضعف دوري من ابطال دوري افريقيا أبطال. طبعا. ما هو انا ما زي ينفعش في اوروبا دوري ابطال اوروبا مثلا، ولا اليوروبا ليج، ما دوري ابطال اوروبا احنا مش هي حاجه بالعقل. انا ما ينفعش اكون بلعب بقالي 22 سنه في دوري الابطال، فاهمني؟ الا بس كونفدراليه بتاعت 2014 لعبت سنه واحده من 22 سنه وخدناها، تمام. وبقالي 22 سنه بلعب دوري ابطال، والزمالك بقاله 12 سنه حوالي بيلعب من 2015، حوالي بتكلم في 11 سنه بلعب كونفدراليه وانا بلعب دوري ابطال. ودايما سامعين نغمه ان الكونفدراليه احسن من اقوى من دوري ابطال، اقوى من دوري ابطال. طب لعبنا سوبر افريقي، فالزمالك يكسب الاهلي في السوبر افريقي، يقول لك احنا بطل الابطال. كلام هم شايفين ان السوبر الافريقي اقوى من دوري ابطال افريقيا كمان. طب انا كسبت، مش انت بتقول ان انت لما كسبتني في السوبر الافريقي بقيت انت بطل الابطال، كسبت بطل افريقيا، كسبت بطل، وانت بطل الكونفدراليه، بقيت انت بطل الابطال. طب لما كسبني الزمالك فهو كنت انا لسه واخد بطوله القارات، نص القاره، بطل نص القاره. لما كسبني الزمالك بقى هو بطل نص بطل 3/4. طب خلاص انا كسبتك 3، خلاص انا بطل الدوري.